السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، كما تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل. أيضا تقدم معلومات مهمة ومفيدة عن اليوتيوب. النهاردة بقدم لكم كنز. الكنز ده موجود عندي في بيتي، أنا بعتبره الحقيقة كنز. والكنز ده برضه ممكن يكون موجود في كل بيت، لأنه سعره سهل يعني سعره في متناول الجميع. الكنز ده هو ايه يا جماعه؟ هو الزيت الحار او زيت بذره الكتان. طب وليه انا بقول عليه كنز؟ انا بقول عليه كنز وعلاج وغذاء ودواء. ليه؟ اولا لان زيت بذره الكتان فيه ميزه جميله جدا جدا جدا، ان هو بيكسر الكوليسترول اللي في الدم. بيكسر الكوليسترول اللي في الدم. الكوليسترول ده بيكون هو عباره عن الدهون المشبعه اللي بتدخل لنا جسمنا، او بتكون في صوره دهون مشبعه بتدخل جسمنا. عشان كده احنا مش مطلوب ان احنا ناكل سمن كتير. طبعا السمن الطبيعي برضو يمكن فوائده كويسه، ولكن السمنه بقى المهدرجه والكلام ده كله وزيت النخيل، الحاجات دي على المدى البعيد بتكون اثارها مش كويسه ابدا، وبتسبب ضيق في الشرايين وتصلب للشرايين، وبالتالي امراض القلب وامراض الدم كلها، يعني المتعلقه بانسداد الشرايين وضيق الشرايين وما الى ذلك، وما يترتب عليه من امراض القلب وهكذا. وطبعا قصص كبيرة جدا وأمراض خطيرة ومعاناة للمريض ومصاريف عالية جدا وتعب قبل المصاريف جامد جدا على المريض وعلى أسرته. طيب ايه فايدة بقى زيت بذرة الكتان او زيت الزيت الحار زي ما بنقول في مصر؟ زيت بذرة الكتان ربنا مديله خاصية سبحان الله، مع انه هو برضو نوع من انواع الدهون، لكن ربنا مديله خاصية ان هو يكسر الروابط اللي موجودة في الدهون المشبعة. بتبقى عبارة عن كربون وهيدروجين. الكربون والهيدروجين ده عامل روابط متسلسلة مع بعضيها، فبيعمل مادة صلبة نتيجة الروابط اللي ما بين المادة الدهنية اللي موجودة في الدهون المشبعة، زي ما قلنا زي موجودة في زيت النخيل والسمن الصناعي. وعلى فكرة للناس اللي بتتابعنا لأول مرة، احنا كنا مقدمين فيديو على القناة ازاي نعمل سمنة طبيعية في البيت 100%، ما فيهاش اي مشكلة. هيظهر لكم الفيديو على الشاشة. طيب ربنا بقى مدي للزيت الحار ميزه ان هو قادر ان هو يكسر الروابط بتاعه الدهون الثلاثيه والكوليسترول، ويخليها دهون غير مشبعه. دي اول حاجه. طبعا ده بيخلي نسبه الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه في الدم بتقل، وبالتالي ما تترسبش على جدران الشرايين وتسبب امراض القلب وامراض ضغط الدم. مش بس كده، الزيت الحار كمان بيحتوي على الاوميجا 3، والاوميجا 3 معروفه ان هي رائعه جدا بالنسبه لتقويه الذاكره، لرفع نسبه الانتباه والتركيز عند الكبار والصغار. فهو غذاء ودواء. يعني علبه الاوميجا 3 اللي بنجيبها من الصيدليه اقل شيء ب 45 جنيه، ده اقل شيء. فانت دلوقتي بتقدر تجيب غذاء ودواء، وقايه وعلاج، رفع التركيز، وقاية من الزهايمر، كل الامراض المتعلقه بالتركيز والنسيان، كل ده وقايه منه. طيب احنا بنستخدمه في ايه؟ طبعا هو مشهور في مصر عندنا، خاصه الناس اللي في القاهره، ان هم بيحطوه على الفول، ويقول لك فول بزيت الحار جميل جدا. طب احنا ممكن نستخدمه في ايه؟ ممكن نستخدمه بشكل يومي في السلطه، بيمشي حلو جدا مع التونه، بيمشي حلو جدا مع المأكولات السمكيه. فانا ما اقتصرش بس على الفول، لا انا احطه على ايه؟ احطه على السلطات، بيبقى جميل جدا مع السلطات جميعا، جميع انواع سلطه خضراء، سلطه اي نوع سلطه بيمشي معاها بشكل مميز. المأكولات البحريه كلها بيمشي معاها بشكل مميز. كمان لو انا بعمل تونه بيمشي معاها بشكل مميز. واحنا برضو كنا قدمنا على القناه طريقه عمل التونه المعلبه في البيت بدون اي مواد حافظه، برضو ان شاء الله هنسيب لحضراتكم الفيديو في اخر الفيديو ان شاء الله، يظهر لكم على الشاشه مع ملف الاكلات الاقتصاديه. ده هيكون اول فيديو هتلاقوه باذن الله. كنت حابه اقول لكم بنصح الجميع ان هو يقتني في بيته الزيت الحار ويستخدمه بشكل يومي، وقاية وعلاج لأسرته من أمراض القلب وأمراض ضغط الدم، وكمان أمراض المخ ومعالجة التركيز والنسيان. وأرجو أن حضراتكم تكونوا استفدتوا بالمعلومة، وأسفة لو كنت أطلت عليكم. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لنا لايك للحلقة وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناة، ودوسوا على الجرس بعد ما تدوسوا على السبسكرايب علشان توصل لكم رسالة بكل جديد يصدر عن القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.